بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أسامة يحييكم على برنامج ستيب باي ستيب لاستكمال قواعد اللغة الإنجليزية، رجيا من الله أن يكون هذا عون لكم وتسهيل عليكم في فهم اللغة الإنجليزية إن شاء الله. كنا قد تكلمنا عن الأفعال المساعدة، وسبق أن احنا تكلمنا عن فعل المساعد الأول، الفعل المساعد الأول اللي هو verb to be، اللي بيتكون من am و is و are و was و were. وتكلمنا عن verb to have اللي هو بيتكون من have و has والماضي had. هنتكلم النهاردة عن الفعل المساعد verb to do. verb to do ده مهم جدا لأن احنا بنستعمله في الجمل، وهنستعمله في أداة السؤال، وهنستعمل verb to do في نفي الجملة في اللغة الإنجليزية. verb ده في منتهى الأهمية. هنبص كده هنلاقي verb to do معناه إيه؟ يعمل أو يفعل. I do my homework، أنا بعمل الواجب. I do my homework. He does homework. هنشوف مع الضمائر برضو كل الأفعال المساعدة لازم نتكلم عنها مع الضمائر. فنيجي نشوف نجد إن هنا verb الفاعل الضمائر I أنا. verb to do يأخذ هنا do. I do أنا أفعل. He does هو يعمل. مع he و she و it verb to do أو verb do يأخذ شكل does. he does هو يعمل. she does هي تعمل. it does هو أو هي لغير العاقل تعمل زي ما سبق وشرحنا قبل كده. هنيجي إلى we نحن we do نحن نعمل أو نفعل. they do هم يعملون أو يفعلون. you do أنت تفعل، أنت تفعلي، أنتم تعملون أو تفعلون. هنجمع بقى الضمائر اللي بتاخد do والضمائر اللي بتاخد does. نبص هنا هنجد إن verb هناخد do مع الضمائر I we they you، يجي وراهم do. لما أحب أستعمل verb to do أستعمل do. أما الضمائر الغائب he she it. ضمائر الغائب هو هي هو أو هي لغير العاقل. he she it ياخد does زي ما سبق ومتوضح فوق زي ما احنا شايفين بالظبط اهو. هنيجي نشوف توزيعة تانية تسهل عليكم الفهم بصورة أبسط وأحسن. أدي verb to do مع الضمائر I أنا we they you ياخدوا do. أنا حبيت أوضحها بشكل آخر يسهل الحفظ والتركيز. does يجي مع الضمائر he she it في المضارع لأن do و does يعمل أو يفعل في المضارع، وهنتكلم على verb to do في الماضي بيبقى شكله ازاي. هنشوف ادي ماضي verb to do. verb to do عايزين نقول بقى عمل أو يعمل. did did عمل فعل. نشوف كده I he she it we they you. كل الضمائر في الماضي عند استعمال verb to do تاخد did. I did أنا فعلت. he did هو فعل. she did هي فعلت. we did نحن فعلنا أو عملنا.
they did هم فعلوا أو عملوا. you أنت أنت أنتم فعلتم أو أنت فعلت أو أنتم تفعل أو فعلتم. نعمل تقسيمة تانية توضح برضو بطريقة تانية. verb to do في المضارع do تيجي مع الضمائر I we they you. في المضارع مع he she it does أو بطريقة تانية does تيجي مع الضمير he she it في المضارع. do تيجي مع الضمائر I we they you. الماضي did مع جميع الضمائر زي ما احنا شايفين اهو، يجي مع جميع الضمائر I we she I he she it we they you. في الماضي ياخد did فعل أو عمل. نضرب أمثلة عشان نوضح الكلام ده. شوف كده I do the homework أنا أفعل الواجب أعمل الواجب. he does the homework هو يعمل الواجب. she does the homework تعمل الواجب. كلمة مشهورة قوي I do my best أنا أبذل قصارى جهدي. I do my best. he does his best يبذل قصارى جهده. وشو نلاحظ ان احنا شوف هنا does جت مع he ازاي. she does her best هي تبذل قصارى جهدها. طيب نشوف ضمير الجمع do هي جت مع ضمير الجمع اهو، يبقى هنا هنقول we do homework يفعلون الواجب. we do our best نحن نبذل قصارى جهدنا. they do their best يبذلون قصارى جهدهم. ونلاحظ هنا my his her our their دي ضمائر الملكية. إن شاء الله هيبقى لنا حلقة مستقلة في شرحهم والتوضيح بتاعهم إن شاء الله. ملحوظة هامة جدا زي في بداية كلامي أن verb to do بيستعمل في تكوين السؤال وفي نفي الجملة في اللغة الإنجليزية، وده اللي هنوضحه إن شاء الله بطريقة سهلة ومفسرة عشان تريحكم. هنا كتبنا كل الضمائر وجمعناها وجمعنا معاهم الأفعال المساعدة اللي احنا اتكلمنا عنهم verb to be verb to have verb to do زي ما احنا شايفين اهو. هنشوف الضمائر I he she it we they you. لما نشوف verb to be اللي سبق كلامنا عنه هيبقى am is are. verb to have هنشوف ان هنا have تيجي مع I has تيجي مع he she it زي ما احنا شايفين اهو. هنوضح تاني am تيجي مع I is مع he she it في تصريف verb to be. are تيجي مع ضمائر الجمع we they you. طيب هنشوف verb to have. verb to have مع I تيجي معاها have. has تيجي مع he she it. we وزي ويو تأخذون have زي ما هو موضح كده اهو. لو حبينا نشوف برضو do بتيجي مع I. does تيجي مع he she it اهو زي ما احنا شايفين اهو. does تيجي مع he she it. do تيجي مع باقي الضمائر we they you. وضحنا هنا بقى تحت ان ماضي verb to be was كان.
was كان. يجي مع I وهي وشي وإت. ماضي are زي ما احنا وضحنا فوق اهو. ماضي are where ويجي مع الضماير we they you. نيجي الفيرب to have. الماضي بتاعه had كان يملك. had كان عنده. وبيجي مع جميع الضماير في الماضي بقى. يجي مع هي ويجي مع I وهي وشي وإت ووي وزي ويو. ما بيتغيرش في الماضي مع الضماير بالكامل. فيرب to do. الماضي بتاعه did عمل فعل مع جميع الضماير برضو في الماضي. عايز اتكلم عن فيرب to do مع الضماير في الماضي يبقى did. وانا حاولت ان انا اجمع الافعال المساعدة اللي سبق اتكلمنا عنهم بشكل مبسط مع الضماير حتى يسهل عليكم الفهم والحفظ والتركيز. شاكر استماعكم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. راجيا منكم المشاهدة والتعليق بأي شيء أو أي ملحوظة حتى يتم تداركها وحتى يتم الأخذ بها إن شاء الله. وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، مع تحيات مستر أسامة، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.